اسمع قدس ابونا بيقول ايه. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. ناخد موضوع بعنوان صمت الله. من الامور المحيرة احساسنا ان ربنا ساكت مش بيتكلم، وده يعني احد اهم الغاز الانجيل، لانه ربنا مع انه بيتكلم كتير بطرق مختلفة، انما ساعات احنا نحسه ساكت، وزي ما هنشوف بيبقى ساكت في مواقف محتاجينه قوي يتكلم. زي مثلا سؤال ليه؟ أيوب لما حصل ده كله كان نفسه ربنا يرد عليه بسرعة، ليه؟ بس ربنا ما ردش، ولقينا انه ما تكلمش غير في اصحاح 37. فطبعا من 3 ل 37 الموضوع ايه؟ صعب قوي، لانه ربنا ساكت. كل الناس بتتكلم بس ربنا ساكت. فالآية اللي هناخدها بتقول: لكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. ده واحد من اصحابه بيقول له كده: يا ريت ربنا يتكلم ويقول لك، يرد عليك، يفتح شفتيه معك. تعالوا ناخد اصحاح 10. قد كرهت نفسي حياتي. ده ايوب بيتكلم، لانه بسبب الشكوى عاوز ربنا يرد، ما بيردش. اسيب شكواي، يعني انا خلاص بقيت اشتكي، مش قادر اسكت. اتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني. ليه محملني الذنب ده كله؟ فهمني لماذا تخاصمني. خلي بالكوا ده كله كان شعر يهودي، احنا طبعا مش شايفين جمال الشعر في العربي، بس ده اساسا كله شعر. احسن عندك ان تظلم، لخبطنا تاني، ان ترزل عمل يديك. بتكره اللي عملته ليه؟ هو اللي عمله، يعني ربنا عمل ايوب. وتشرق على مشورة الاشرار، تطلع الشمس بس على الاشرار، واحنا اولادك تعمل فينا كده. ألك عين بشر، يعني انت هو ممكن يضحك عليك ولا ايه؟ ألك عين بشر، يعني انت بتبص زي ما الناس بتبص؟ طب ما الناس بتتخدع. أم كنظر الإنسان تنظر، يعني أنا مش فاهمك يا رب. لو كنت إنسان كنت قلت ضحكوا عليك وخدعوك وما بقتش عارف مين الكويس ومين الوحش، لكنك انت مش إنسان، ما بتتخدعش. أأيامك كأيام الإنسان؟ لو كان إنسان عمره محدود يجوز يخطئ في التقدير، إنما أنت ربنا، مش عمرك زي عمر بشر يخدع. أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي. أنت عامل عقلك بعقلي ليه؟ أنت كبير قوي، ليه واقف لي على الغلطة ومسك لي على الخطية وتفتش على خطيتي؟ في علمك أني لست مذنبا. دخلنا برضو في الحتة اللي فيها بر ذاتي، أنا كويس. في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدك، إنما هروح منك فين؟ يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا أفتبتلعني. يعني بعد ما عملتني بإيديك ووضبتني تبلعني كده؟ اذكر أنك جبلتني كالطين أفتعيدني إلى التراب. يعني هو أنت مبسوط أنك ترجعني تراب تاني بعد كل تعبك ده؟ ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن. الجبنة يعني اللي هي لما ينشفوا اللبن يعملوه جبنة، فقال له أنت نشفتني خالص. كسوتني جلدا ولحما فنسكتني بعظام وعصب. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. يعني عملت معاه حاجات حلوة قوي، وبعدين ايه؟ لكنك كتمت هذه في قلبك. كأنك نسيت ده كله وقلبت علي قلبك. علمت أن هذا عندك. يعني انت كاتم ده ليه؟ ليه مش بتعاملني زي الأول وانت بتحبني وخلقتني ورعتني؟ إن أخطأت تلاحظني، عينك بس على الغلط، ولا تبرئني من اسمي. إن أذنبت فويل لي، وإن تبررت لا أرفع رأسي. يعني لو عملت حاجة صح مش عارف أرفع رأسي،
ما بتشوفنيش كويس ابدا انت يا رب، ما اعرفش ليه، ماسك لي على الغلط. ده احساس ايوب. اني شبعان هوانا وناظر مذلتي، يعني ان انا شبعان هوان وانت عمال تتفرج عليا في المذلة دي. وان ارتفع تصطادني كأسد، وان ارتفع يعني اول ما شم نفسي كده تصطادني كأسد، يعني كأنك ايه بتحط لي فخ كده. ثم تعود وتتجبر علي، تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك على نوب. يعتقد انها جمع نوائب اللي هي زي مصايب يعني. وجيش ضدي، يعني انا حاسس انك حاطط جيشك كله قصادي يتسلوا عليا. لماذا اخرجتني من الرحم؟ كنت قد اسلمت الروح. يا ريتني ما اتولدت، كنت ما شفتش الغلب ده كله. ولم تراني عين، فكنت كأني لم أكن، فأقاد من الرحم إلى القبر. بيقول يعني يا ريت كان حصل كده. أليست أيامي قليلة؟ اترك، فكها بقى، سيب شوية. كف عني فأتبلج. أتبلج دي يعني لما الواحد يبتسم كده، لما الواحد وشه يهدى شوية. أتبلج قليلا، وشي مكرمش ومكشر طول الوقت، مش قادر أخد نفس. قبل أن أذهب ولا أعود، ما هي أيام وهمشي. إلى أرض ظلمة وظل الموت، أرض ظلام مثل دجى ظل الموت، يقصد بقى الجحيم. وبلا ترتيب وإشراقها كالدجى، يعني يوم ما تنور تبقى كحل برضه، تبقى ضلمة. فقال له يعني من ضلمة لضلمة، طب اديني فرصة بس قبل ما أموت أشم نفسي يعني. واضح ان القصة كلها هنا كانت ايه؟ شكوى شديدة قوي، تعب، مش قادر على اللي هو فيه، ومعاها كمان حتة ايه؟ يعني احساس بالذات شوية. ارجعكم بقى بعدها على طول لما بيرد عليه واحد من اصحابه قال له يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. صمت الله. اول حاجة الواحد يتعجب منها، لماذا يصمت الله وسط الشر؟ ساعات ربنا يسكت والدنيا فيها شر، ودي بتتعب قوي. مثلا مرة قعدت مع واحد مظلوم في السجن، يعني متغاظ من ربنا جدا. قال لي ساكت ليه؟ ربنا ساكت ليه؟ يعني ليه صوتهم عالي ومسموع الناس الأشرار دول، وربنا ساكت مش راضي يظهر الحق ليه؟ طبعا إحساس صعب فعلا. إيه يا رب ليه ساكت؟ ظلم وشر وما بتتكلمش ليه؟ من أصعب الأسئلة. أفكركم لما حكى المسيح له المجد حكاية مثل الحنطة والزوان. قال إيه؟ قال إن واحد عمل حنطة، زرع حلو، وجه عدو زرع زوان. زوان دي نباتات ما تطلعش ثمر، وكمان يمكن تتسلى على النباتات الكويسة. فجم رجالته قالوا له منين جه الزوان؟ قال لهم واحد وحش. قالوا له طب نروح نجمعه. قال لهم انتوا بتجمعوه هتقطفوا القمح معاه، لأنه لسه النباتات كلها صغيرة كده. دعوهما ينميان معا، يعني ايه؟ سيبوا الحنطة تكبر وسيبوا الزوان يكبر إلى يوم الحصاد. هيجي اليوم هيبقى سهل قوي نفرز ده عن ده، لكن دعوهما ينميان معا دي هي دي اللي تعبانة. ليه؟ يعني انت عارف ان في زوان، ايوه، وسايبه يكتر، ايوه. طب ليه؟ قال ليهم يوم، ليهم حساب، بس مش دلوقتي. أتاري يقال انه لما النباتات تلاقي نباتات بتتصارع عليها جذورها تبقى اقوى، وعارفين بقى التنافس يخلق نوع من التحدي، وده اللي حاصل في الدنيا. تصوروا لو احنا عايشين في بلد لا فيها كذب ولا فيها سرقة ولا فيها غش وفيها نظام وفيها، انما يعني طب بقى منين تبان فضائلكم؟ فين بقى الأمانة ولا الصدق ولا الاستقامة ولا الوداعة؟ ولا ما خلاص الحاجات دي ملهاش طعم ولا ليها معنى. إنما تصور بقى في مكتب كلهم بيكذبوا وواحد ما بيكذبش، هو ده الكلام. هو التحدي هنا إزاي ما يكذبش وكلهم بيكذبوا؟ هي دي الكرامة، هي دي الفضيلة، هو ده اللي هياخد عليه ثواب.
شباب كلهم ماشيين غلط وشاب عفيف طاهر مصر يمشي صح. إنما في غير وجود الشر، طب ما هو الصح سهل، ما كله صح. إنما في وجود الغلط يتميز الصح. فربنا ساكت. ساكت ليه؟ لأنه التحدي ده هيكبر عياله. ويمكن ساكت لأنه بعض الناس الأشرار هتتوب، فلو اتكلم بدري يمكن يعطل توبتهم. إنما ربنا بيصمت وسط الشرور بشكل يخلي الواحد ساعات يتعب. وساعات ربنا يتكلم لكن من كتر الشر الواحد ما يسمعوش. يعني في تكوين 3 آدم لما سمع صوت ربنا قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. طب أنت ما سمعتش صوته لما كانت الحية بتتكلم معاك ليه؟ ما سمعتش صوت ربنا يا حواء، ما سمعتهوش ليه وانت قاعدة تحكي مع الحية؟ دلوقتي جاء تسمعي صوته. يعني الواحد وهو بيغلط ما سمعتش صوت ربنا ليه؟ أي واحد فينا بيغلط، صوت ربنا في اللحظة دي بيتكلم بس انت مش سامعه. يقول لك حاسب حاسب، هتقع، هتجيب سيرة فلان، هتتدب في الإدانة، شكلك هتغلط، شكلك هتغضب، حاسب، ابعد عن العلاقة دي. انت ما بتسمعش. ده مش معناه ان ربنا ساكت. ساعات ربنا يكون بيهمس بيتكلم لكن الواحد مش عاوز يسمع. وبعد كده الواحد يقول له ساكت ليه؟ ساكت؟ انا مش ساكت، لا مؤاخذة انت اللي ما بتسمعش. كلمة جميلة في صمويل الأول، وقت ما كان عالي الكاهن وولاده كانوا فاسدين، كهنة وحشين قوي، خلوا الناس تكره الهيكل وتكره العبادة. فيقول كان الصبي صمويل يخدم الرب أمام عالي وكانت كلمة الرب عزيزة. عزيزة هنا بمعنى إيه؟ قليلة، نادرة. ليه؟ لأنه ما فيش حد تقي. يعني مع الشر الزيادة تلاقي هو في حد يعرف ربنا؟ هو في حد عنده حق ربنا؟ كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام ولم تكن رؤية. يعني ما فيش بقى الأيام بتاعت قبل كده بقى رؤى والآباء بقى وذكريات إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وبتاع. ما فيش. ليه ما فيش؟ ناس وحش. فربنا لما يلاقي الدنيا كلها شر ساعات يسكت أكتر ويسيب الناس يعني تطحن في بعض. يقول لهم ادي الشر. هتكلم في ايه؟ مش انتوا اخترتوا الحياة دي؟ اخترتوا تعيشوا بالطريقة دي، طب اتكلم في ايه؟ ما انتوا مش عاوزين تسمعوا. فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. الكلام ده اتقال في أول الخروج لما موسى بيتولد، يعني بعد زيادة عن 300 سنة اليهود مذلولين في مصر والشر بيزيد والظلم بيزيد وربنا ساكت 300 سنة. طب ايه يعني ساكت مش دريان؟ لا، نظر الله وعلم الله لكن لسه ساكت. ليه ساكت يا رب؟ مش دول شعبك؟ مش دول أحفاد إبراهيم حبيبك؟ معلش، لازم يتعصروا عشان يدوقوا الخلاص بعد كده، لازم يتذلوا لعلهم يتعلقوا بيه بعد كده. يعني المفروض بعد الذل اللي شافوه كانوا يمسكوا في ربنا بإيديهم واسنانهم، إنما طلعوا شعب عنيد برضه. إذن أول فكرة لصمت الله، أحيانا يصمت الله في الشر. احنا لسه هنشوف ليه بيصمت، بس فعلا ملحوظة مش غريبة كلنا شايفينها، انه احيانا الشر يكسب في الدنيا ويبقى الناس بصة كده للسماء، انت فين يا رب؟ متتكلمش ليه؟ ليه الظلم يكسب؟ ليه الحق يضيع؟ صمت الله وسط التجارب. من الحاجات الصعبة قوي لما تبقى تجربة جديدة جدا زي بتاعت أيوب وبيقول له رد عليا وربنا ما بيردش. يعني يا رب بكون بكلمك قبل كده وأحس إنك وبسمعك وبيني وبينك علاقة حلوة قوي. في الأيام الصعبة تختفي. يعني في الأيام السهلة أحس إن أنا شايفك وقريب منك، وفي الأيام الصعبة يقول له يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ هي جميلة قوي، يحسها أي حد مجرب. أنت واقف بعيد ليه؟ ده أنا طول حياتي حاسك قريب، دلوقتي محتاجك أكتر من أي وقت تقوم تبعد. أنا مش فاهمك، مش فاهمك، لماذا تقف بعيدا؟ بتفكرني عارفين بإيه؟ بالحادثة بتاعت التلاميذ في البحر لما كانوا بيغرقوا
ونحو الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على الماء. طب ما ظهرش على طول في المركب ليه؟ أو حتى لبعد متر، ده جاي من بعيد وفضل بعيد. لماذا تقف بعيدا؟ فصرخوا عشان يسمعهم، بس هو قال لهم ما تخافوش. فبطرس قال لي طب أجيلك أنا، قال له تعالى. لكن لسان حاله لماذا تقف بعيدا؟ انت واقف بعيد ليه؟ مش شايف البحر؟ مش شايف الموج؟ مش شايف الريح؟ مش فاهمك يا رب. لماذا تختفي في الوقت ده؟ خلي بالكوا احنا بنأكد الفكرة عشان محدش يتشكك لما يحصل كده. ده بيحصل فعلا، او ده نظام ربنا. وقت ما الشر يزيد تشعر ان ربنا ساكت، وقت ما الظلم يزيد تشعر ان ربنا ساكت. او التجارب. بولس الرسول ده بقى كان يكلم ربنا زي ايه؟ اصحاب يعني. ده ظهر له المسيح كذا مرة في الرسائل وفي الأعمال. راجل شاف المسيح بعينيه كذا مرة وحبيب ربنا جدا. يوم ما جات له الشوكة في الجسد، مرض صعب قوي، من جهة هذا الأمر تضرعت 3 مرات. الواحد عاوز يقول له وما ظهرش؟ لا ما ظهرش. ما ردش؟ لا ما ردش. من امتى ده كان بيرد من غير تضرع؟ انت بالذات من النوع اللي يعني اول ما تعمل كده يرد. ده كان بولس في حتت يقول الكلمة ربنا ينفذها على طول من غير ما يصلي، زي الراجل الساحر بار يشوع ده، قال له هتبقى أعمى لغاية أما اتعمى على طول. طب مش تستأذن من ربنا تقول له ممكن أعميه طيب ولا حاجة؟ على طول. إنما لا، لما جت في تجربة وشوكة في الجسد تضرعت وما كانش بيرد. فين لما رد وقال له إيه؟ خليك كده، هات الرد، أنا مبسوط بيك كده، أنا عاوزك كده. يعني يوم ما ترد يا رب تطلع الحكاية خليك كده. قال له هو النظام كده. أنا أحب أسكت وقت التجارب، لأن هنشوف ليه بيسكت. صمت الله أمام الصلاة برضو من الحاجات الصعبة أوي. يكون الواحد بيصلي من قلبه، بيصلي بحرقة، وبعدين يلاقي ربنا ما بيردش. بتبقى صعبة. يعني انت يا رب دلعتنا، وكتير بتستجيب مع اول كلمة. كلنا دقنا كده، يجي وقت تصلي وتصلي لكن ما يسمعش. فين في أعمال 7 يقول رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم. واحد عاوز يقول، لو واحد شقي شوية يقول له دلوقتي سمعت أنينهم؟ بقالهم 350 سنة بيصرخوا. قال لما أنا سمعت إيه يا رب دلوقتي ونزلت لأنقذهم. يلا يا موسى بعتك مصر، تأخرت قوي يا رب. دول بيصرخوا بقالهم سنين، دول متعذبين، دول لسه بيقولوا البعض لينا إله اسمه إله إبراهيم إسحاق يعقوب، مش عارفين راح فين. الظاهر سبناه في الصحراء من ساعة ما نزلنا مع جده يعقوب زمان، واحنا عمالين ناخد على دماغنا وبنصرخ وما بيردش. ايه الحكاية؟ في رؤية 6 دول الناس في السماء بقى، أظن ما فيش أحسن من كده. صرخوا بصوت عظيم، دول الأرواح الذين تحت المذبح الشهداء. حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ مش احنا اللي بنقول له يا رب ساكت ليه على نجا حمادي؟ دول قديسين في السماء بيقولوا له حتى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ من الساكنين على الأرض فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا. هدوا بس، وقيل لهم أن يستريحوا، هدوا أعصابكم زمانا يسيرا بعد. يعني نظام إيه؟ طولوا بالكم، هسمعكم بس لسه شوي، هنتقم حاضر، هقضي حاضر، لسه شوي. حتى يكمل العبيد رفقائهم، أو يكمل وإخوتهم أيضا العاتدون أن يقتلوا مثلهم. يبقى ساعات ربنا يصمت حتى قدام الصلاة. صمت الله أمام الظلم. يقول هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ. عارفين الفعل لما يجي يقبض الأجرة وفاكر هياخد أجرة بقى حقه، يلاقيها تلت الحق فيصرخ حرام عليكم يا ظلمة، بقى أنا اشتغل كل الموسم ده ما خدش نص حقي، ليه بتعملوا كده؟ فربنا مين يسمع وما يردش؟ يسمع الصراخ المظلومين. أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة
منكم تصرخ وصياح الحصادين دخل إلى أذني رب الجنود. طب عملت يا رب؟ ولا حاجة، لسه مستني برضو. حاجة تخوف، ليه يا رب ساكت على الظلم؟ فأيوب يقول من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع الأعزاء. السؤال بقى المتعب بقى، لماذا يصمت الله؟ ليه ربنا بيسكت في الضيق، في الظلم، في التجارب، في الأمراض، قدام صلوات أبرار؟ ليه بيسكت؟ هنجتهد يا جماعة، احنا برضو ما نقدرش نقول ليه. دايما سؤال ليه إجابته مش كاملة، إجابته مش كاملة، إنما هنجاوب ببعض الإعلانات اللي قالها الكتاب، لكن الإجابة مش كاملة. أحسن واحد يقول ما اقتنعتش، معلش. أول إجابة أن صمت الله حب. أهي دي بقى اللي هتغيظكوا قوي. صمت الله حب. ليه؟ تعالوا نقرأ صفانيا 3. يقول يا أورشليم، كان بيكلم صهيون اللي هي كنيسة أو ولاده أو حبايبه، الرب إلهك يا أورشليم، كلام للصهيون وأورشليم، في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته. طب يا رب ما تتكلم في محبتك أحسن. لا، من كتر محبته ساعات يسكت. يبتهج بك بترنم، أجمع المحزونين على الموسم. يعني إيه؟ معلش، كل اللي زعلانين ليا معاد معهم، لينا موسم نفرحهم، إنما من أجل محبتي ليهم أحسن أسكت، من أجل محبتي ليهم أحسن ما اسمعش دلوقتي. تاني، يسكت في محبته، دي آية غامضة جدا. أول تفسير ليها جماعة ربنا يسوع على الصليب أو في المحكمة. عارفين لما هيرودس قال له، بيلاطس قال له ألا ترى كم يشتكون عليك؟ رد بقى. ليه ما ردش؟ لو رد المسيح كان طلع براءة، ولو طلع المسيح براءة رحنا جهنم، فكان لازم يسكت. طب بيشتكوا عليك، بيتبلوا عليك، بيظلموك، معلش لازم أفضل ساكت. كشاة يساق إلى الذبح، كنعجة صامتة لم يفتح فاه. ليه؟ يسكت في محبته. على الصليب فضلوا شوية الكهنة والكتبة يقولوا له ما تنزل، لو كنت المسيح ينزل. لو اتغاظ بقى وخدها على نفسه ونزل كنا رحنا جهنم، مش كده؟ إنما هو سكت، سمع الكلام المستفز ده كله فضل ساكت. ليه؟ يسكت في محبته. فاهمين المعنى؟ السكوت أصعب من الكلام. سكوت الله أصعب عليه من الكلام. ده المعنى اللي عاوز أوصله لكم. لما تبقى أنت محروق وأنت أغلى عياله، هو بيبقى نفسه يتكلم وينهي مشكلتك، لكن لو نهى مشكلتك يمكن ما تدخلش السماء. تاني، ربنا أسهل له قوي يتدخل، وأسهل له قوي ينصف المظلومين، وأسهل له قوي يشفي المرضى، وأسهل له قوي يفك العقد والمشاكل. ما أسهل دي، ما تكلفش ربنا حاجة. اللي أصعب عليه كأب إنه يفضل ساكت، أصعب عليه جدا. لكن من أجل محبته اللي عاوزانا ندخل السماء بأي تمن، يسكت في محبته، لأنه لازم نتعب عشان نوصل. فلو اتكلم وقف التعب. الصلاة اللي بتصرخ فيها وربنا ما بيسمع لكش هي دي اللي هتدخلك السماء. واحد من القديسين قال الصلوات اللي فيها تعزيات ملهاش أجر زي الصلوات التي بلا تعزيات. يعني الصلاة اللي ترتاح فيها قوي هديك ارتاحت، إنما في صلوات تبقى صراخ والواحد لسه مرتاحش، معلش، ما هي دي عمالة تنظف قلبك. فيسكت في محبته. اوعى تفتكر سكوت الله قسوة ولا بطل يحبك، بالعكس ده من حبه ساكت، لأنه لو اتكلم انت تعطلت. لو اتدخل ربنا ممكن حاجات كتيرة أوي تتلخبط، لكن صمته مكلف جدا. افتكر صمته على الصليب كان أسهل على ربنا جدا
يدينهم كلهم، يفنيهم كلهم وينزل من على الخشبة. كان أسهل على ربنا نفسيا جدا أنه يرد على بيلاطس ويثبت براءته. بيلاطس كان بيبص له مستغرب، قول كلمة هتطلع براءة، أنا عارف أنك بريء، دافع عن نفسك، أنا عارف أن دول كلهم بيتبلوا عليك. إنما ده يوم ما تكلم المسيح أثبت التهمة على نفسه. المرة الوحيدة اللي اتكلم طول الليلة دي، أو المرة الأساسية، قال لهم هتشوفوا السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين الله. عشان قيافة يشق هدومه ويقول قد جدف، بس مسكناها، عمل نفسه ربنا وقال له أنا اديتك الفرصة اهو. يصمت الله أولا لأنه يحب الإنسان جدا فيسكت. فأرجوكم توصلوا للفكرة دي، لما تحس أن ربنا ساكت اوعى تشك أنه بيحبك، ده هو ساكت من حبه، لأنه لو اتكلم في حاجات كتيرة هتتلخبط. عارفين زي ايه؟ زي مثل الابن الضال. الابن الضال الأب ساكت على فكرة، فضل ساكت فترة طويلة قوي، ما سمعناهوش بيتكلم في النص الأولاني. النص الأولاني ايه؟ راح الولد الشقي ده لابوه، يا أبي أعطيني النصف الذي يصيبني من المال، قسم لهما معيشته، خد الحاجة، طفش، ضيع الفلوس، عايش عيشة خنازير. والأب فين؟ ساكت. ما اتكلمتش ليه في الأول؟ ما قلتلوش يا ابني هتضيع، ما قلتلوش يا ابني ما هتحرمني منك وتتحرم مني، يا ابني ما تبهدلش روحك، ما تضيعش تعبي، طب أخوك يزعل، طب ما فيش كلام. طب ما اتكلمتش ليه والولد غايب؟ مش صعبان عليك؟ صعبان قوي، تبان لما جري. طب ليه ساكت؟ لازم يرجع لوحده، لازم يرجع لوحده، لازم يفوق لوحده. بس انت تعبان، انا تعبان اكتر من ابني، ربنا تعبان اكتر من ولاده، لكنه يسكت في محبته. متى ينطق الله؟ لما يلاقي الواحد تايب. لما جاي الابن الضال بقى راجع، سمعنا بقى الاب نطق باللي مخبيه، ركض. عارفين اللي محوش جوه كتير قوي؟ اب عجوز لكن ركض ووقع على عنقه وقبله، وهاتوا الحلة الأولى والبسوه، اجعلوا حذاء في رجليه وخاتما في يده، فلنأكل ونشرب، ابني هذا كان ميتا فعاش. كان كلام كلام كلام، كان فين ده كله؟ كان يسكت في محبته. فلما ربنا يسكت في الظلم أو في التجربة هو ساكت عن حب، هو في حاجة أحسن بتحصل وهو ساكت من الكلام، لأن هو اللي علمنا للكلام وقت وللسكوت وقت. فلما يسكت هو عارف بيقول ايه. فكركوا تاني بكلمة ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لما تتظلم وتتذل تبص للمسيح تلاقيه ايه؟ ساكت، فتتغاظ، يقول لك خليك زيي، افضل ساكت، ما تعترضش، استنى شوية عشان تاخدها للآخر، تكسب الإكليل كله. سهل الظلم هيترفع، هيجي اليوم اللي الظلم يترفع، لازم ما كانش على الأرض يبقى في السماء. إنما ليه تضيع أجرك؟ تاني حاجة، الله يصمت لكي يصمت الإنسان. يعني ربنا بيسكت عشان بيحبنا، فلدافع ما جواه بيفضل ساكت فترة. فين لما بنفهمه؟ لكن لو تكلم الله أحيانا ممكن كل حاجة تتعطل. ساعات ربنا يسكت عشان يعلمنا نسكت، لأن احنا بنرغي كتير قوي، بنتكلم كتير قوي. أيوب 40 لما ابتدى يفوق، لما سمع صوت ربنا قال كلمة حكمة تعتبر شعار لسفر أيوب. أيوب اللي قاعد يقول له أنا بريء، أنا بار، أنا كامل، لا أبالي، أنت تستذنبني، أنت تلفق علي، أنت. كان صعب قوي. أخيرا نطق وقال له إيه؟ أنا حقير، بماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مش هنطق تاني. قال له أنا فهمت، أنت فضلت ساكت لأني أنا كنت بتكلم، فأنت مش راضي تتكلم. لما أنا سكت اكتشفت أنك عندك كلام كتير قوي وعندك تبرير لكل حاجة بتعملها، بس ما فهمتش غير لما أنا سكت.
ربنا بيسكت عشان انت تسكت يقوم هو يتكلم. ربنا ما بيقطعش حد، احنا اصلنا بربرة متواخدين ناخد ايه، نتكلم في بق بعض كده ومحدش بيسمع حاجة. شوف طول ما انت عمال تخبط وترزع وكده ربنا ساكت لغاية ما تخلص. لما تخلص خالص الاعتراضات والتذمرات والشكاوى وتهدى خالص وتفش خالص تسمع صوت ربنا. فربنا عاوزك تسكت عشان تسمع، مش هيتكلم طول ما انت بتتكلم. تسكت دي على فكرة مش تسكت لحظة يعني، لا تسكت يعني تهدى خالص. فاهمين ازاي؟ عشان كده في تعبير للآباء يقولوا ايه، سكت لسانك ليتكلم قلبك ثم سكت قلبك ليتكلم الله. طول ما الواحد بيتكلم كتير هو مش سامع ربنا. وبعدين الأول توقف لسانك، يفضل مخك وقلبك شغال 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 سرحان وقلقان لا لسه، دي عاوزة ساعات شهور في البرية أو فترات طويلة جدا من الخلوة عشان يحصل ايه، تهدى خالص بقى، مخك يهدى وقلبك يهدى ولسانك يهدى، تبتدي في صوت اهو جاي من بعيد. الصوت ده كان موجود من بدري بس انت مش سامعه، هتسمعه ازاي في الدوشة بتاعتك دي، في الهيصة بتاعتك دي. فالله يسكت لكي تسكت. واحد فيكم يتكلم، وغالبا بيبقى الانسان اللي بيتكلم كتير يقعد يرفص ويرزع. آية جميلة في عاموس 5 تقول ايه، لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. آية حلوة أوي. العاقل في الزمن ده يسكت. عشان كده تلاحظوا ان تقريبا العاقلين قليلين أوي. الآية بتقول لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. زمان رديء لأن كل الناس بتتكلم ومحدش مدي فرصة ربنا يتكلم، مش مدينه فرصة. طب اسكت، اهدى اهدى. طبعا دي يعني مخك يهدى وقلبك يهدى وعينيك تهدى ولسانك يهدى، كله يهدى عشان تسمع حاجة. برضو أيوب قال لهم الكلمة دي، ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. لو سكتوا تبقوا حكمة بجد. يبقى خلي بالكم يا جماعة، الصامت أكثر حكمة من المتكلم. وعشان كده ربنا بيسكت كتير قوي لأنه حكيم، والإنسان بيتكلم كتير قوي لأنه غشيم. مش هو بيتكلم وخلاص لكن مش فاهم حاجة. أغلب الناس بتفتي، تفتح التلفزيون تلاقي فتاوى، تقرأ جرايد تلاقي فتاوى، محدش فاهم حاجة، كله بيقوله خلاص. إنما طب محدش يسأل ربنا إيه النظام يا رب؟ يبقى أول مبدأ الله يسكت في محبته، مش يسكت لأنه بطل يحب. تاني حاجة ربنا بيسكت عشان يعلمنا نسكت شوية. تالت مبدأ، ده ترتيب يعني تحصيل حاصل، لكي نسمعه في هدوء. ربنا يحب يتكلم في الهادي، ربنا ما يحبش الدوشة، مع انه سايب الدوشة لكن هو ما بيحبش الدوشة. الله يحب الهدوء. ربنا يسوع كان يطلع الجبل بالليل ويسهر في المركب ويسهر. دي قعدات ربنا يسوع. ربنا هادي بطبعه، هادي. يتقال عنه لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، يعني حسه هادي، لأن مع أنه يقدر يخطب في ألفات في الجبل لكن هو ما زال هادي. فربنا اللي يعمل دوشة يعني يسيبه يعمل دوشة، لكن ما يقدرش يتكلم معاه طول ما هو عامل دوشة. احنا بنعمل دوشة بقى، بيبقى الواحد من كتر الألم والوجع عامل هوسة زيادة. دي واضحة قوي بقى في قصة إيليا النبي. إيليا النبي حصلت له أزمة نفسية بعد ما قتل أنبياء البعل، وده كان يوم تاريخي لما قال للناس إن كان الله هو الله اعبدوه، إن كان البعل هو الله اعبدوه. ونزلت نار استجابت لإيليا وكالت المذبح وكالت، وكل الشعب هاج وقال الرب هو الله. قال لهم امسكوا أنبياء البعل ما تسيبوهمش، دول شياطين خلصونا منهم. فإيزابل اتجننت لأنها دي مسؤولة عن عبادة الأوثان، فبعتت له تلغرافها موتك زي ما موتت أنبياء البعل. طبعا كان الطبيعي إنه إيه، تموتي مين؟ ده أنا النار نزلت من السماء كلت الذبيحة وكلت المذبح وشربت المية وكلت التراب بتاع الأرض كمان، وأنت أدي. إنما مش عارفين ليه فجأة اضطرب إيليا جدا
وخاف وانزعج واتلخبط نفسيا. يا رب خدني، قتلوا أنبيائك. يا عم أنت اللي قتلت أنبيائهم. هدموا مذابحك. يا سيدي أنت اللي عملت المذبح بقي لسه امبارح. بقيت أنا وحدي. يا عم الألفات دي كلها قالت الرب هو الله، ولا كلمة من اللي بيقولها مظبوطة. فاهمين ازاي؟ ما الواحد لما يكون ملخبط نفسيا قلقان زيادة تلاقي كل الكلام طالع غلط، مفيش حاجة صح. وبقيت أنا وحدي. وحدي ازاي؟ ده أنا معاك وكل الشعب بقى معاك دلوقتي إليه، مش شايف حاجة خالص. فبعت له الملاك، ظهر واخد على الملاك، خد كل. قال له طب روح انت، انا هنام. كل لقمة ونام، ساب الملاك ونام. قعد جنبه الملاك ملطوع ساعتين 3. وبعدين صحاه قال له كل تاني، شكلك مش يعني ما بتسمعش دلوقتي، كل بس. كل تاني. والملاك قال له ربنا عاوزك في الجبل. ليه عاوزك في الجبل؟ ما يتكلم دلوقتي، ما احنا امبارح كنا بنتكلم قدام الناس كلها. قال له استجبني يا رب، نزلت النار على طول. قال له لا مفيش كلام دلوقتي، ما ينفعش اكلمك وانت كده، تعال لنا الجبل بقى. خد ماشية 40 يوم. 40 يوم ماشي على رجليه، وده كان راجل طبعا بتاع برية يعني، فيقدر يمشي بعشرات الساعات. وفين في الجبل بقى؟ قال له مالك. تعبير جميل قوي في الكتاب، نادر. مالك عامل كده ليه؟ التعبير ده بحب يتصوره لكل واحد فاير فينا وهايج. يبقى الواحد كده مخه عمال يطرقع وقلبه لخبط وبيبرطم بلسانه. وفين لما ربنا ينطق، وأول كلمة ينطق بيها ربنا يقول لك ايه؟ وشوشك كده، مالك؟ حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش احنا متفقين من الأول بنحضرك للسماء؟ ايه اللي حصل يعني؟ عاملك كده؟ مش انت من ساعة ما اتعمدت بقيت تبعي؟ مالك خارب الدنيا ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه يعني اشد عليك شوية؟ ايه يعني اشيل شوية ظلم في الدنيا؟ ايه يعني لما الشر يبرطع شوية؟ مش انا متفق معاك على كل حاجة؟ ايه الجديد؟ هو انت ما شفتش انا عملت معاك ايه قبل كده؟ ايه اللي جرالك؟ بس ما قالوش الكلمتين دول غير لما خدوا في الجبل وفش خالص وهدي وروقوا كده. قال له ارجع شغلك بقى. مالك ها هنا يا إلي. قبل ما يقول له مالك عمل له كده نوع من الهزة عشان يرجه كده وينفضه، ينزل كل القلق اللي جواه. فجت عاصفة شديدة، وجت ريح، وجت نار، وجت زلزال، ولم يكن الرب في الريح، ولم يكن الرب في النار، ولم يكن الرب في الزلزلة. امال ايه؟ إذا صوت منخفض خفيف، آخر روقان. مالك ها هنا يا إلي؟ مالك حبيبي؟ الواحد يقول الله، ده الدنيا رايقة قوي، صحيح أنا مالي عامل كده. في لحظة من اللحظات هتحس بكده. إيه القلق اللي أنا فيه ده؟ إيه الدوشة اللي أنا عاملها دي؟ صحيح كل حاجة محسوبة وكل حاجة متبرمجة صح، ومفيش غلط أبدا بيحصل، وهو إن كان ساكت عارف بيعمل إيه طبعا. ويرجع الواحد بقى إيه؟ رجع إيليا بقى إيه؟ أصعب أقوى من الأول. إيليا بعدها بقى مرعب أكتر من الأول. بعد الفترة دي بقى جبار بقى. فاكرين بعدها حصل إيه؟ بعت له ملك يقول له الملك بيقول لك انزل. قال له لو الملك بتاعك بيقول لي انزل، تنزل نار تاكلك واللي معاك. نزلت نار كلت الراجل وال50. بعت له اللي بعته، الملك بيقول انزل، ماشي. قال له إذا كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلك. بقى مرعب وبمنتهى الروقان بقى، خلاص ما بقاش بيضطرب. لغاية ما جاله واحد سجد قال له اعمل معروف، عندي عيال. أنا بحب ربنا، أنا بس مش قايل قدام الملك المجنون بتاعنا ده، إنما أنا ورايا ناس كويسين. قال له خلاص أجي معاك. لكن ما بقاش بيتهز خالص، ما بقاش فارق معاه حاجة أبدا. بقى فوق الجبل. فوق الجبل يعني إيه؟ خلاص قوي فعلا. عشان كده طلع من فوق الجبل في مركبة نارية، لأنه وصل إلى استقرار مهما حصل. مفيش حاجة تفرق خلاص. هتمشي نمشي، هيحصل مشاكل ما يحصل، كل حاجة أندر كنترول، مفيش حاجة ممكن تزعجنا أبدا. يبقى ربنا بيسكت فترات عشان نسمعه،
لأنه لما يسكت نبتدي احنا كمان نطرطق ودنا شوية لأنه صوته واطي. فين بقى عشان تسمع صوته واطي ده؟ سكت قلبك عشان تسمع. الفوران ده والغليان والهري ده كله مش هيخليك تسمع حاجة. ربنا بيقول لك ما تخافش، ما انتش سامح، بحبك، ما تسمعهاش، كله ماشي صح، ما انتش سامع الكلام ده. وتقرأ الآية من دول وكأنك بتقرأ لاتيني، ما بتدخلش ليه؟ ما هو من اللي فوق جوه. تسمعه ازاي وانت جواك كل ده؟ في أعمال 17 يقول لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. يعني احنا عشان نتلمس الله، الله هادي يحب الهدوء، فتتلمسوا في الهدوء، في الخلوة، في البعد عن الدوشة الداخلية والخارجية. نحن به نحيا ونتحرك ونوجد، ليس عن أحد ببعيد. ربنا قريب قوي بس احنا مش شايفينه، قريب قوي لكل واحد، بس اللي معطلنا الدوشة اللي جوانا أكتر من الدوشة اللي برانا. مش مخلينا نلمسه، نتلمسه يعني زي نلمسه أو نسمعه بسبب الدوشة اللي جوه وبره. متى وكيف يتكلم الله؟ آخر سؤال عشان ترتاح. يبقى احنا قلنا ايه؟ الله يصمت ولكنه أيضا يتكلم. ساعات يصمت في الضيق، في التجارب، في الظلم، في المرض، إنما هو يسكت في محبته، مش ساكت عن ضعف ولا عن قلة حب. ويسكت عشان نتعلم نسكت شوية، ويسكت عشان نسمعه، عشان لما يتكلم ما يصحش نكون احنا بنتكلم. أول طريقة يتكلم بيها ربنا، ولو انت مركز وهادي هتسمعها كويس أوي، الطبيعة. يوميا بدون استثناء ربنا بيكلمك عن طريق خليقته. الشمس لما بتطلع بتقول لك ربنا بيحبك، العصفورة لما بتغرد بتقول حاجة، الشجرة اللي انت في الطريق بتعدي عليها دي بتقول حاجة، الوردة دي بتقول حاجة. جميل قوي الشعر اللي كتب في الترتيلة ان الزهرة بتقول بيته هناك. عارفين المعنى ده؟ يعني عباد الشمس تبص تلاقوا مع الشمس يعمل وشه كده، زهرة عباد الشمس تلاقوها بتعمل كده، ولما الشمس تغرب هي كمان تدلدل راسها، وبعدين تاني يوم تلاقيها عملت كده عشان وشها يبقى في وش الشمس. فاللي كتب الترتيلة قال ان الوردة بتقول له بيتي هناك، هو ألبسني ذاك. يعني بيته هناك يعني ايه؟ بص انت مستقبلك هناك، فما تهتمش ايه اللي يحصل هنا، ما يحصل اللي يحصل، انت في الاخر بيتك هناك. فكل وردة بصة لفوق بتقول لك بص لفوق، مالك مدلدل راسك كده؟ اذا كنت انا كوردة بقول لك هناك مش هنا. وهو اللي ألبسني ذاك، ده التعبير اللي قاله المسيح. انظروا زنابق الحقل لا تزرع ولا تحصد، وسليمان في كل مجده ما كانش يلبس بالجمال ده، وبعدين تترمي ويداس عليها. يعني ايه؟ جميلة الوردة جدا ومحدش يعرف يعملها، لكن ربنا يعملها وهي حتى لو دست عليها مش هيزعل، لان انت اغلى من كده. صوت الرب على المياه، اله المجد ارعد، الرب فوق المياه الكثيرة. وتقعد قدام البحر كده وتتأمل عظمة ربنا. صوت الرب على المياه، تسمع صوت ربنا مع الموجة. يعني مجرد الهدوء قدام الطبيعة بيقول لك حاجات كتير. احنا محتاجين قوي ده دلوقتي. الناس كلها بعدت عن التعامل مع الطبيعة، مع ان الطبيعة هي الصوت الاول لله. الصوت الاول اللي قال لآدم ربنا بيحبك، خلق الدنيا قبل آدم، عشان اول ما آدم اتخلق لقى الدنيا جميلة كلها بتقول له رسالة واحدة، ربنا بيحبك. لما يقول أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يعني أسرار الله غير المنظورة تدرك بمصنوعاته، يعني اللي عمله ربنا بإيديه من خلاله نقدر نفهم ربنا وندرك قد إيه ربنا كبير، قد إيه عظيم، قد إيه منظم، قد إيه جميل، قد إيه هادي، قد إيه محب للبشر، قد إيه متواضع، قد إيه باله طويل، قد إيه دقيق في كل حاجة، قد إيه ضابط الكل. كل ده في الطبيعة.
الآية اللي خدناها امبارح، اسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يبدي قولا، ليل إلى ليل يظهر علما. يعني الصبح تسمع درس وبالليل تسمع درس. تعالوا كده نقرب من الطبيعة شوية، وده محتاج هدوء، هدوء نفسي، عشان تسمع أصوات كتيرة قوي غايبة عنك. تاني طريقة ربنا بيتكلم بيها في الأحداث. يعني إيه؟ آية جميلة تقول في أيوب 8: اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث آبائهم. يعني لما تمشي مع الأحداث تكتشف أن في شخص متداخل في أدق الأمور، هو مش باين على الصورة، بس هو مخرج المسرحية كلها، وهو اللي بيمشي كل حاجة، واضح قوي أنه عارف بيعمل إيه. فالأحداث اللي في حياتك أنت الشخصية بسهولة جدا بتقولك أن ربنا قريب وبيكلمك وبيحبك وكل حاجة. إنما ساعات الواحد يبقى يجيله صمم كده. يعني أنت ذاتك عارف أن ربنا بيتكلم من حياتك، من الأمور والظروف اللي عدت عليك، مشاكل تتعقد وتفك، مفاجآت سارة ومفاجآت حزينة، أخبار حلوة وأخبار صعبة، وكل ده ربنا بيشتغل بيه وانت مفروض تسمع صوته واضح جدا. لما يقول أيوب 9: وذا يمر علي ولا أراه، يجتاز فلا أشعر به. بيعدي عليك كل يوم ربنا. اللي يتأمل جيدا في الأحداث يسمع صوت ربنا في زنقة المرور. يعني إيه؟ مرة كنت راكب مع واحد، وبعدين إيه، يعني ناس كسرت علينا كده، فيبدو ان انا اتشديت شوية، فقال ربنا خلق ناس مخصوص عشان يعلمونا الصبر. فحسيت ايه ده انا اتغصت واتنرفزت. والتاني بيقول لك ده ربنا بعتهم مخصوص عشان احنا ناقصنا شوية صبر. اهي دي احداث، دي رسالة من الاحداث. انت ناقصك شوية صبر فتيجي بتتعلمه في السواق. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. يعني ربنا عارف بيعمل إيه، وكل حاجة بدقة شديدة بتحصل في يومك وفي أيامك محسوبة للخير. ربنا كمان يتكلم في الضمير. إذ كان ربنا يصمت، الحقيقة هو يهمس عادة، يهمس في الطبيعة ويهمس في الأحداث ويهمس في الضمير. في صوت داخلي بيتكلم كل يوم: ما تسامح أخوك بقى، ما بلاش اهتمام بالفلوس زيادة، ما تعولش الهم، ما تخافش. في صوت جوه بيشاور لك بوضوح من غير ما تقرأ، حتى في حتة غلط عاوزة تتصلح. إنما الواحد ما يسمعش الأصوات البسيطة دي. أنا ناجيت قلبي قائلا ها أنا قد عظمت وازددت حكمة. ناجيت قلبي، يا ترى أنت بتحكي مع نفسك ولا لا؟ ناقصنا قوي الحتة دي، إن الواحد يناجي قلبه، يدخل جواه ويسمع صوت من جواه. في صوت بيتكلم جوه. فأرميا يقول: قلت لا أذكر ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. مرة جالي شاب كده داخل يعترف، قال لي بقالي كذا سنة ما اعترفتش. قلت له أهلا وسهلا، إيه اللي جابك؟ بص لي كده وسكت وقال لي مش عارف. قلت له يعني إيه مش عارف؟ في سمعت وعظة؟ قال لي لا. حد افتقدك؟ قال لي لا. أمال إيه يعني اللي جابك؟ قال لي كنت سايق العربية وفجأة حسيت أنا هفضل طول عمري بعيد عن ربنا، أنا هروح الكنيسة وأشوف أي كاهن وأعترف وابتدي. قلت له كده؟ قال لي كده. يعني ما فيش لا وعظة ولا كاهن ولا خادم ولا حتى مشكلة. قال لي ولا حاجة ولا حاجة. أنا فجأة كده حسيت بصوت جوايا بيقول لي كده. أنا كنت زمان قوي في مدارس الأحد من 10 سنين،
انما كل حاجة غلط في حياتي، فجاي كده عاوز ارجع لربنا. في صوت جوه بيتكلم، بس كام واحد سمعه بقى؟ في واحد طنش طبعا وانشغل باللي وراه وخلاص، ويجي الصوت ده يوم و2 و10 و100، لكن هو الصوت ده بيشتغل مع ناس كتير قوي. الصوت التالي أو يقول أقليل عندك تعزية الله والكلام معك بالرفق. يعني إيه؟ ساعات الواحد ما يصدقش إن الآية جات له في الجون، أو ما يصدقش إنه حس بتعزية جوه قداس أو جوه ترتيلة أو جوه خلوة، ويتشكك يقول ما ربنا مش بيكلمني. يا راجل ده انت لسه امبارح مصلي وكنت مبسوط. أقليل عندك تعزية الله؟ انت بتشك في روحك ليه؟ والآية اللي جات رشق كده وحسيت انها راكبة قوي عليك، شكيت فيها ليه؟ أقليل عندك تعزية الله؟ ليه بتقول ربنا مش بيكلمني؟ بيكلمك، ربنا مش ساكت، مش ساكت ربنا، بس انت اللي بتتشكك ساعات، ترجع تقول لا انا يتهيألي. ليه يعني يتهيألك؟ رابع طريقة ربنا بيتكلم فيها وأوضح طريقة طبعا الإنجيل. ربنا له المجد بيكلمنا بالآيات، بكلامه. يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. يعني الكلمة تمشي تدخل على قلبك تريح، ولما تقولها بلسانك ترتاح، وقريبة مش بعيدة. في كلام كتير قوي تحس انه قريب قوي، يعني ايه؟ داخل كده مرتاح على دماغك وقلبك، راكب على ظروفك، قريبة منك. يعني احنا مش بنقول فلسفة وبنقول يعني كلام كبير، لا، كلمة قريبة منك، لمسة الواقع جدا ولمسة الظروف جدا ومريحة في مكانها. يقول الذين في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. الأرض الجيدة إيه جمالها؟ يعني في 3 أراضي فشلت، أرض واحدة اللي نبتت. الأرض الجيدة مفتاح جودتها إيه؟ يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد صالح. الله يصمت ولكنه يتكلم في هدوء ويتكلم بكلامه، لكن مين هيدي كلامه الاحترام اللائق والتركيز المناسب؟ ويسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد صالح فيثمرون بالصبر. تتغير وتلاقي طلع عندك الصبر والتقوى وكل حاجة حلوة، لأن كلمة الله حية وفعالة وهكذا. ربنا بيتكلم في الطبيعة، في الأحداث، في الضمير، بيتكلم في الإنجيل. ولو ما سمعتش ده كله لازم هيتكلم في ايه؟ في التجربة. واحد ما بيسمعش، لا مؤاخذة خالص، موبايلات ترن ما بيردش، جرس الباب يرن ما بيردش، تليفون البيت يرن ما بيردش، لازم البيت يتحرق عشان يصحى. يعني طب ايه المشكلة؟ يعني هيحصل ايه تاني؟ كل ده بيرن بيقولوا له الحق، لو ملحقش لازم حاجة تصحيه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.